شايفين الجمال ده؟ دي شاورما. اللي نفسه ياكل شاورما على اصولها يجي هنا. دي شاورما وكل اسرارها وكل تكاتها هتلاقوها في الفيديو ده. وعملنا كمان معانا الكريب الحادق، طريقة عمل الكريب، طريقة عمل التومية، حاجة كده ايه، شغل فاخر من الاخر. وتعالوا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، اللي اول مرة بيشوفني انا اسمي سلمى، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم الشاورما لايك وشير، ويلا بينا على الفيديو. احنا النهاردة هناكل شاورما، وعشان في شاورما يبقى لازم في تومية. تعالوا دلوقتي معانا كوبايتين مية بالكوباية المعيارية، وعليهم نص كوباية نشا. هندوبهم الأول على البارد، وكده داب النشا ونبتدي نحطه على النار، وهنبتدي نقلب، وإيدك تقلب على طول علشان ما يعملش يكتل معاكي. شايفين كده بدأت تلف معانا ازاي؟ اول ما تلاقي ان لون النشا اختفى خالص ما بقاش موجود، تعرفي ان هي كده استوت. وهنطفي عليها فصوص توم كبار متقطعين او معلقه توم مفروم، رشه ملح، ومعانا معلقه ونص خل، معلقه ليمون، 5 معالق زيت. ونبتدي ننزل النشا بتاعنا اهو، شايفين شكله؟ وكده خلصت التومية. بصوا بقى الجمال، هي دي التومية ولا بلاش. وتعالوا نعمل الكريب. انا هعمل مقدارين مع بعض. هناخد 4 كوبايات من الشرش ده، ممكن تستخدمي مية ممكن تستخدمي لبن. ادي 4. ومعانا 4 كوبايات دقيق، وهننزلهم بالتدريج. وعلى فكرة بيختلف من دقيق لدقيق، لان في دقيق ممكن ياخد كتير مية وفي دقيق اقل، فاحنا هنشوف لو احتاجنا تاني هنزود. انا هبدأ اخلط علشان الكمية كبيرة وارجع لكم تاني. العجينة شايفين ده سمكها اهوت، المية مع الدقيق او اللبن، شايفين الشكل. وتعالوا نحط التوابل بتاعتنا دي. نص معلقة صغيرة ملح، والملح برضو حسب الرغبة تدوقيه. نص معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة زعتر، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بقدونس اللي احنا منشفينه سوا، شايفين اخضر ازاي؟ ولو عندك اخضر حطي اخضر. ومعانا معلقتين زيت، ومعانا فلفل الوان احمر واصفر واخضر. ونبتدي نقلبهم مع بعض كويس. في العجينة مش عايزينها تقيلة، عايزينها خفيفة علشان تعرفي تلفيها او تطبقيها. شايفين بنوزعها ازاي؟ كده على نار متوسطة اهي، عملت فقافيق عالت اهي. نبتدي بقى نشيل كده ونقلب اهو كده خلاص، ونكمل بقية الكمية بالشكل الجميل ده. وكده خلصنا، وشايفين الجمال وطري جدا، وبجد هيعجبكم جدا. ويلا بينا نعمله السندوتشات. وبصوا معانا الكريب اهو، ادي الوش اللي هو كده، والقعر اللي بيبقى محمر شويه هنقلبه على الوش، الوش يبقى تحت. هنجيب القطاعه بتاعت البيتزا او السكينه ونقطع لحد الربع كده التوميه اللي احنا عملناها سوا، وهنفرد النص ده بحاله كده. نبتدي نجيب الشاورما بتاعتنا ونحطها على الربع اللي جوه ده بالشكل ده، وتيجي جايبه الربع ده قافله كده، ودي نقفلها كده، ودي نقفلها كده. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ وكده خلصنا الشاورما بتاعتنا. شايفين الجمال؟ بجد ولا اجمل من كده، وبجد بجد طعم وريح.